بصوا يا حبايبي، كيكه البرتقال ديت بطريقه جديده غير اللي كنت عاملاها معاكم. كنت عاملاها معاكم قبل كده بالبرتقال البلدي. المره دي انا عاملاها بالبرتقال ابو سره، برتقانه واحده بس. ماشي، ده انا حطيتها في الكبه، الخلاط عندي بايظ بس الكبه برضك تقضي الغرض. برتقانايه غسلتها طبعا كويس، وبعدين شلت منها الجزء 3 اجزاء دول كده اهوت. الحته اللي من فوق والحته اللي من تحت والقلب بتاعها ده كده اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين قطعتها وحطها في الكبة وحطيت لها كوباية ونص مية وكوباية ونص سكر. ماشي، ده معيار 3 كوبايات دقيق. ماشي، معايا هنا 3 بيضات ومعايا كيس فانيليا بريحة البرتقال من دريم. ماشي اهو. ماشي، هحط ذرة ملح وهحط معلقة خل. ماشي، كل ده برضك هيتضرب تاني مع الايه، مع المكونات اللي في الكبة. انا ضربتهم كويس ولسه هضربهم تاني. يا جماعة، بعد ما ضربت المكونات اللي قلت لكم عليها، هضيف عليهم كوبايه الا تلت زيت بقى اللي موجود عندك، زيت ذره، زيت تموين، اي زيت اللي عندي ده بصراحه زيت تموين. بس ان شاء الله ريحته مش هتبان وهيبقى كويس برضك وهيدينا نتيجه كويسه. ماشي، وهطعمه ممكن برضك ايه بمعلقه ايه زبده او معلقه سمنه. بصوا يا جماعه، بعد ما ضربت المكونات كلها كويس قوي، عايزه اقول لكم ان انا بضربها بالسلاح اللي هو دوت اهو. ماشي، السلاح اللي هو بتاع الايه، بتاع الطماطم اللي عادي ده والبصل والحاجات دي. ماشي، اوعي ايش اشركت ايدك كده. هنا معايا هنا في البوله 3 كوبايات دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر. هجيب بقى ايه المكونات اهوت على بعضها. اوعي ايدك كده. بصوا، حاولوا تضربوهم كويس كده زي ما انا ضرباهم. وهنقلب بقى ايه بالاسباتشوله وهنحطهم في الصواني. هوريكم برضك الصواني شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعه، انا بقى لي السمك بالدقيق الاسمر. الدقيق الاسمر ده انا جايباه منين؟ جايباه من الفرن بجنيه ونص عيش. يديكي بداله كيلو دقيق. ماشي، بس مش كل الافران بتعمل كده. دي دوت اهو الحبه الكامله الاسمر دوت اهو. ده في السوبر ماركت على فكره اغلى من الابيض. بس انا يعتبر كده بجيبه مع ايه مدعوم. ماشي، ولا حاطه بقى كركم ولا حاطه اي حاجه. وكنت اخر مره قال لي البسارية كانت تحفه مخليها مقرمشه وجميله. هوريكم بقى دلوقتي السمك اللي انا قلياه عامل ازاي. بصوا يا جماعه، زيت السمك لونه عامل ازاي، مع ان السمك الزيت بتاعه مش كتير واتحرق كمان مني. ماشي، هما يعني الزيت انا مش مكتراه عشان برميه. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي، وكمان التليفون ظلمه. عايزه بقى اقول لكم القرقشه بتاعته ايه تحفه. في اخر مره عامله بسارية كانت جميله بالدقيق دوت. بصوا يا جماعه، درجه اللون بتاعها موحده ازاي، عشان زي ما قلت لكم تحطوها في النص عشان درجه الحراره بتبقى متوزعه كويس. بصوا، انا طلعت القالب الصغير دوت قبل الايه الصينيه المدوره دي. ماشي، هحاول برضك اقطعها واوريها لكم من جوه. هي لسه سخنه، لسه مطلعاها من الفرن حالا دلوقتي، اللي هي الصينيه الكبيره. اما دي انا طلعتها قبل شويه. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع لما قلبتها بصوا درجه اللون كمان عامله ازاي. وادي الصينيه بتاعتها بصوا، ولا لزقت ولا عملت. عايزه اقول لكم ولا رشه دي ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله ماشي. دي اصلا بيخليها مجيره. شايفين الجمال عامل ازاي. هقطعها لكم برضك واوريها لكم من جوه عامله ازاي. ادي يا جماعه بعد ما قطعتها اهيت من جوه عامله ازاي. ماشي، وادي الايه، وادي القالب التاني كمان قلبته مع انه كان سخن. ماشي، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه.